مش حاسه ان الحرب شغاله واقفه تترقصي وتتمرقعي؟ عايزاني اعمل ايه يا ماما؟ انزل احارب معاهم. اطفي النور يا بدريه. واطفي النور ليه؟ مش حد هنين الشباك ازرق. بدريه اتلمي يا بت وقفي على بعضك يا بت وبطلي مسخره ورقص وقله ادب. الرقص مش قله ادب يا ماما، انت لما برقص في بيتنا يبقى ما حدش له حاجه عندي. طب يلا يا اختي على الخلق، اختك وابوكي سبقوني على تحت. مش هنزل انا خنادق بتخانق، والدنيا لما هتتطربق مش هيفرق ساعتها بيت ولا خندق. يا ابني اللون ده خفيف هيبين النور. لما ينشف هيتقل، ولو عامل فرح جوه مش هيبان. ايدك بقى ربع جنيه يا عم الحاج. هم يا ابني 10 صاغ ومفيش غيرهم، ولو مش عاجبكم امسحوه وانا هدهن. لا 10 صاغ 10 صاغ حلوين. هات. حلوين ازاي يا احمد؟ يا عم احسن من مفيش. بس كده ما ينفعش. ينفع ونص كمان. ياض يا عبيط، ده احنا عقبال ما نخلص الجردل دوت نكون عملنا لنا يجي 5 جنيه وزياده. يلا بينا. يلا الحق، ده في ربع جنيه هناك اهو. فين؟ اهو. طب يلا بينا. برضه ما دهنش الفوانيس. خلاص يا شاويش اخر مره. خلاص يا شاويش، الفوانيس اتدهن. ايه اللي اخركم كده؟ معلش يا عم الحاج، اصل الغاره عطلتني. عشان تعرف اني ما كنتش بكذب عليك، هم اللي اتاخروا. خلاص المره دي براء. ايدك بقى على نص جنيه. نص جنيه ليه؟ انت هتبيع لي الفانوس؟ حق الدهان والمخالفه. واحمد ربنا اننا رحمناك من المخالفه. هو ربع جنيه مفيش غيره. رضا يلا بينا. شفت حظنا عامل ازاي؟ ولا اللي اكننا متفقين مع العسكري. بقول لك ايه، ما تنبرش فيها، قول ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. يلا بينا. يا ولاد اللذينه، هو في ايه يا حسنيه؟ الواد ابن الكلب بيبص عليا وانا بغير هدومي. طب خش لم نفسك الاول كده، ما تقفيش كده وبعدين برد على اهاليهم. ولا اقول لك يا حسنيه سيبيني بقى انا هتصرف. رتيبه انت رتيبه رتيبه جرايه يا وليه، انت هتفضلي مدلدله نفسك من البلكونه كده لحد امتى؟ لحد ما اشوف العيال واطمن عليهم يا توفيق. طيب يا اختي خليكي مدلدله لحد ما تطمني. البنت مديحه فين؟ بتلم الغسيل من السطح. فتحي انت هذا فتحي. ايوه يا حاج حاضر، ثواني جاي. يا وليه شويه الفشه اللي انت سايباهم على الوابور جوه زمانهم باشوا. كان واجب تجيبهم في ايدك يا سي توفيق، ما تسيبهمش لوحدهم يخبطوا كده في ضلمه الغار. شوف وليه تقول لي ايه، عيالك محدود صغيرين يا رتيبه. انت فين هذا فتحي؟ موجود يا حاج، انا كنت بسمع نشرة الاخبار. طمني ايه الاخبار ان شاء الله؟ الاخبار اهي باينه يا حاج من صوت الغاره وقفل بيوتنا علينا والشبابيك. هما مش بيقولوا ان احنا وقعنا لهم 30 طياره؟ بيقولوا يا حاج، سيبك من اللي هما بيقولوه، تيجي كده نحسبها انا وانت بالعقل. ماشي نحسبها يا ابو العقل. قول. امتى الواحد بيستخبى وبيداري نفسه؟ لما يكون عامل عامله او يكون حاسس انه مكشوف. واحنا يا حاج مش هنستخبى في بيوتنا وندهن الشبابيك بالازرق الا لو كنا مكشوفين، واحنا كده كده يا حاج شكلنا مكشوفين، علشان كده بنستخبى تحت الارض ورا الشبابيك الزرقاء. تشيوع يا واد. مش قوي كده يا حاج. امال جبت الكلام المترتب ده منين؟ اهو كلام يا حاج، نصه بسمعه وانا واقف في المحل والنص التاني من الراديو. ماشي. ادي الليله الزرقاء اللي مش هتعدي. يا لهوي يا لهوي، العيال لسه بره يا توفيق. قوم هذا فتحي روح شوف اخواتك في انهي مصيبه. حاضر يلا يا حاج. بسرعه. حاضر. وطفي النور قبل ما تنزل. حاضر يا حاج. هات العواقب سليمه يا رب. مدوا شويه، كنتوا فين لحد دلوقتي؟ هو ابويا فوق. بقاله يجي ساعه وشكله كده هيسود عشتكم. انتوا شرفتوا، امكم قلقانه عليكم وابوكوا بقى ربنا يستر. يلا خش. بالراحه عليهم بالراحه. اهم جم. يا سبحان الله، انت بتشم ريحتهم يا وليه؟ تعالوا تعالوا. تعالوا.
اقعدوا ادفعوا. بعد كده مش هسيبكم الا لما اعرف انتوا كنتوا فين بالظبط. وانت كنت فين يا مقصوفة الرقبه انت؟ امك بتقول انك بتلم الغسيل. فين الغسيل اللي لميتيه يا راح امك؟ ما ترد يا بنت. كنت مستنيه احمد ومحمد. ما هو دلعك ليهم انت وامك ده هو اللي هيجيب اخرتهم ان شاء الله. يلا اطلعوا. ايه ده؟ ولا ايه الوساخه اللي في ايدك دي؟ روح اغسل ايدك وبعدين تعالى كل. يلا جاتكوا القرف. انت رايح فين يا سي محمد؟ ما نقدر نسخن كمان يا حاج. طب غور وراه. رايحه فين يا مقصوره الرقبه؟ هنور لهم. تنور طريقك يا اختي. حاج انا ايدي نضيفه كل. اطفح. مديحه. بنت يا مديحه. عاوز ايه؟ سيبي اللمبه دي يا مديحه وروحي شوفي الحاج عايز ايه. حاضر. انتوا بتعملوا ايه؟ لا عنك انت الواجب ده. اوعى بس كده. عاجبك كده؟ اهو خده. نصيبي وبعدين نقسم. الطلعه دي بتاعتي انا ومحمد يا فتحي. طب وطلعت بكره مالكمش فيها؟ طلعت ايه؟ الماتش ولا مش هتلعبوا بكره؟ وهو احنا من امتى بندفع عشان نلعب؟ طب هو في لعب من غير كره؟ ما ترد. انا جبت الخيط والشراب والكله والسفنج. ما السفنج جايبينه انا ومحمد. من غير السفنج الكره لوحدها مكلفاني 20 قرش بالمصنعيه. هتدفعوا نصيبكم انتوا الاثنين هتلعبوا، مش هتدفعوا نصيبكم مش هتلعبوا. مش عايزين نلعب. برضه هتدفعوا نصيبكم. انا مستغرب على اخوك فتحي ده، معاه فلوس قد كده ومع ذلك ما بيستكفاش. سيبه براحته، اي فلوس ياخدها مننا مديحه تجيبها لنا منه ده تاني. كان محمد. اهلا اهلا يا حبيبي. السلام عليكم. اهلا يا حبيبي. تعالى. في ايه مالك؟ انت سامع ابوك بيقول اهلا يا ايه؟ ده حبشي مد ايدك بسم الله. حماتك بتحبك. حماتي بتحبني ده يا حاج؟ حماتي بتحبني ازاي؟ حماتي تحبني لما يبقى اكل عادي، انما بهاريز والسمين ده كله تبقى حماتي بتموت فيا. ازيك يا حاج؟ تعيش يا حبشي. والله يا حاج كنت عايز اكلمك. وبعدين يا حبشي بص مفيش كلام لا قبل الاكل ولا عليه. هنتكلم بعد ما نخلص اكل. ماشي يا حبشي؟ خد اللسان ده حطه في بقك عشان تعرف تسكت. يلا ماشي يا حاج. ابنك يا احمد. عم حبشي خد دي مني يا عم حبشي. ماشي ربنا يخليك. وابنك محمد بقى. والله بحبك يا عم حبشي. وانا بموت فيكم يا ولاد، ربنا يخليكم، بموت فيكم. ولادك دول متربيين اخر تربيه فعلا. فعلا ربيت يا حاج. وبعدين يا حبشي احنا مش قلنا لا كلام على طعام؟ انت ايه ما تبطلش بلع راديو. اسكت كل. حاول. ايه ده؟ انت عايز تفصل لعيب ولا ايه؟ يا كابتن حبشي ده هو اللي زيني قدامك وانت شايف بعينيك اهو. ايه والله ما زقيت ولا جيت جنبه يا كابتن. خلاص انا عارفك مفتري. الماتش الجاي مش هتلعب يا فتحي. اتفضل مالكش دعوه انت العب. يلا يلا ايدك. بابا شافك وانت واقفه كده، انت عارفه هيعمل فيك ايه. هو فيها ايه لما اقف؟ هو ولا خروج ولا بص من البلكونات. طب وسعي كده بقى لما اتفرج معاكي. بدرية يا بدريه. ايوه يا بابا. انت بتعملي ايه؟ بعمل كوبايه شاي. كوبايه شاي ولا بتحط احمر واخضر في وشك؟ يا بابا ما انا واقفه قدامك اهو. مفيش حاجه؟ مفيش. اياك اشوفك تحط احمر في وشك تاني. حاضر يا بابا. صليت الظهر ولا لسه؟ لا ليه؟ عشان ما ينفعش اصلي دلوقتي. طب خش كملي كوبايه الشاي بتاعتك واعملي لي كوبايه شاي معاكي وبادخلي ساعد امك في المطبخ. بس انا ما بحبش وقفه المطبخ يا بابا. لا حول ولا قوه الا بالله. يا دي الكوره وقله الراحه. انا هوريكم. وبعدين يا ابني انت اهو حد يلعب كوره في الظروف اللي البلد فيها دي؟ امال يعملوا ايه يا حاج؟ يروحوا الدفاع المدني يعملوا اي حاجه مفيده بدل اللعب والكلام الفارغ ده. طب احذف لنا الكوره بس وقول لك ما الساعه. اتفضل. اتفضل ادخل ولا اتفضل ايه بالظبط؟ اتفضل خد الكرة وامشي، ولا مش عايزها؟ لا هو اي حاجه من ايدك حلوه. نعم؟ قصدي من يد من عدمها. على فكره انا اللي شايط الكوره عندك فوق مخصوص عشان اطلع اشوفك. طب ما تبقاش تشوطها عندي تاني.
يتنحى ازاي بس؟ ده كده مصر كلها تبقى اتنحت. مش ممكن ابدا يتنحى، مستحيل يعمل فينا كده. مش جمال عبد الناصر اللي يتخلى عنا ويسيب الناس تنهشنا. ليه كده يا عبد الناصر؟ بتسيبنا وتعمل فينا كده ليه؟ هو عبد الناصر ده كان بعيد اهلك، اسمه الرئيس عبد الناصر يا زفت. يا جدعان لا يتنحى ولا ما يتنحاش واعمل لنا ايه يعني؟ ايه اللي انت بتقوله بقى في انت ده؟ يعني ايه يا جدع انت الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ انت مين اساسا وجاي منين؟ ايه يا عم واحنا غلطنا في البخاري؟ غلطت في البخاري ولم نفسك يا بلغه، لا تضرب في البلغه يا ابن البلغه، اضربك. خلاص يلا عارف اطلعوا امشوا. خلاص يا رجاله، كل حي يروح لحاله، كل واحد يشوف شغله. يلا خد يا بدوي والناس توكلوا على الله. تعالوا يا بنديه، تعالوا زاد اتفضلوا يا رجاله، تعالوا اقعدوا عندي في المصفى. وليه المصفى بس؟ ما تيجي نقعد في القهوه. يا عم نقعد هنا على رواقه، القهوه زحمه وناس ملهاش لازمه. اتفضلوا. خش يا رجاله. لو كنتوا سبتوا لي البقف ده كنت قرقشته باسناني وعملته كفته. والله. الراجل ما قالش حاجه غلط. ازاي بس؟ حد يقول الكلام ده؟ وفيها ايه؟ لا فيها ايه ازاي بس يا استاذ؟ طب سيب الراجل يتكلم بس يا توفيق. يا جماعة عبد الناصر قال في الأخبار منشط كبير وبالبنط العريض إن إحنا في انتظار المعركة على أحر من الجمر، وإن الجندي العربي هو المقاتل الشجاع الباسل. إزاي يقول كده وإزاي حصل اللي حصل؟ لازم يتنحى ولازم يدفعوا ثمن غلطتهم. إحنا ولادنا مش سبايا وأرواح الناس مش لعبة. هتوكل انا على الله، عشان بصراحه ما اقدرش اسمع الكلام ده واقعد ساكت. خليك أنت يا حاج عرفان، أنا اللي ماشي. يلا يا مراد. السلام عليكم. بالله سلام ورحمه الله وبركاته. لا مؤاخذه السلام عليكم. اوعى تفهم الحاج عرفان، والله ما يقصد حقك عليا انا. ماشي يا حاج توفيق، السلام عليكم. في رعايه الله. السلام. تقول للراجل كده يا عرفان، ما كانش عندي حاجه اقولها غير كده. لا يا حاج عرفان انت براحتك، تقول اللي انت عايز تقوله. تعيش يا فتحي. وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ عبد الناصر، الرئيس عبد الناصر هيتنحى، هنسكت؟ لا اكيد مش هنسكت، الناس كلها مش هتسكت. انا اول واحد هكتب يافطه واعلقها على باب الدكان واقول له فيها لا 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 تتنحى. وانا هجيب لك القماش والحبر والفرش، وكمان اخلي عادل يكتبها لك. عادل خطه حلو قوي يا عم الحاج، وكل ده بنص جنيه بس. بس يا احمد نص جنيه كتير. اسكت انت. بس انا عايزها بسرعه يا احمد. طيب يا عم الحاج، يلا بقى يا عادل عشان نروح نجيب بقيه الحاجه. طب استنى خد فلوس. لا الحمد لله معايا، لما نخلص ناخد. اكتب لي يافطه معاك. ودي هتجيب فلوسها منين وهتعلقها فين؟ هعلقها على العجله بتاعتي. بابا بعد اذنك بس هروح اشوف واحد صاحبي هنا وهحصلك على طول. بس ما تتأخرش يا مراد. حاضر يا بابا. ازيك يا مراد؟ الله يسلمك، انا رميت لك مشبك في البلكونه امبارح. اخدته وقريت الجواب اللي فيه وده الرد. انت بقى المدارس تفتح عشان اعرف اشوفك. خلاص هانت، دي قربت تفتح قريب. انا لازم ادخل قبل ماما ما تحس اني مش في البيت. سلام. هبعت لك رد على طول. طب بص ما ترميوش من الشباك، يبقى سيبه هنا في بير السلم وحطه فيه طوبه، وانا كل شويه هطلع اشوفه لغايه لما الاقيه. بدرية يا بدرية. يعني ما كانش فينا 30 طياره ولا 70 صاروخ ولا دياولو، ما نبنا بس غير ان احنا لبسنا الاسود وكسينا البيوت بالازرق. حاجه تفرق. مش قلت لك يا حاج ان احنا مكشوفين؟ بيني وبينك يا توفيق، اللي كان هم عند غيرنا كان خير على ناس ثانيه. من امتى الحرب فيها خير يا عرفان؟ لما يبقى في غرق كل شويه والنور يقطع ويرجع مهزوز وبيرعش، اهو ياخد له في وشه كام لمبه على كام كابل على كام كوبريه. طبعا. واشتغل بقى يا عرفان احلى شغل في الكهرباء، النور يقطع واللونه تتحرق وقش يا سعرف ولا ايه؟ صحيح يا اخي، مصائب عند فوائده. وانا اقول يا رب ايه حكايه السمين اللي طلبك زاد عليه اول يومين دول؟ مش المثل بيقول القرش لو جري في ايدك اطعم بطنك واسعد بيه اهل بيتك؟ دلوقتي قرش الحرب كتر الفلوس، بس الجري وراها خد من صحتنا. طب ايه رايك بقى في اللي يرجع لك صحه زمان وعظمه زمان؟ ادعي له واسمي الواد باسم. انت لسه مصمم برضه تجيب الواد يا عرفان؟ نفسي ومنى عيني يا ابو شعيشه. طب ما تعتبرني ابنك يا حاج عرفان.
تعيش يا فتحي. ازاي الكلام ده برضه؟ احلى حاجه ان الواد يجي من صلبه عشان لما يكبر يحمي ظهره. الله الله الله، وانت ايش فاهمك انت؟ ده انت لا عندك عيل ولا تايل. يعني ايه تايل يا عم توفيق؟ الله الله، ده مش عارف يعني ايه تايل. طب التايل على عينك واسكت بقى. شد شويه يا عادل، عايزين نعمل 10 حتت النهارده. 10 حتت مره واحده ليه يا ابني؟ اسكت انت ومالكش دعوه، احنا هنتصرف ونبيع. انت ليك تقبض وبس. هتقبضوني كام يعني؟ 5 سخف الحته. يعني يا عم هتعمل لك نص جنيه في يوم واحد. يوم واحد يا محمد؟ دول هما بالكتير 3-4 ساعات عمر. يا جدعان ازاي بس؟ ده انت واخد نص جنيه. وانت شفتني خدت حاجه؟ بقول لك ايه، مش عاوزين نبر من اولها. بتعمل ايه هنا يا مراد؟ ولا حاجه. ولا حاجه؟ اوعى تكون بتعمل زي الناس. لا لا لا. تعال ولا حبيبتي بدريه. عم مش عشع. اهلا 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 يا ابو حميد. الله، لحقت عملتها. امال ايه يا عم الحاج؟ حمامه. وريني كده. عفارم عليك يا احمد. ايدك بقى على النص جنيه. نص جنيه ايه؟ ما دام انت طلعت وهتحرك كده انا هديك حاجه احلى من الفلوس. ايه يا عم ابو شعيشه؟ ازعق بعلو صوتك وقول يا سميحه. يا سميحه يا سميحه. ردت عليك يا احمد؟ رد. انت عاوزني انا؟ طيب قول لها هات اللفه اللي فوق الفاترينا اللي ورا الراديو. ابوك الحاج بيقول لك هاتي اللفه اللي ورا الراديو اللي فوق الفاترينا. حاضر. خد يا احمد، تعال اقعد وخد كبشه البلح دول السله فيهم على ما تيجي سميحه. حاضر يا عم الحاج. تعال يا فاكره يا ليله الربايه. يا بابا انا ما عملتش حاجه. كل ده وما عملتيش حاجه؟ الواد يوصل لحد باب البيت ويحط لك الجواب ده في بير السلم وتقولي لي ما عملتيش حاجه؟ يا بابا هو اللي عمل، انا ما عملتش حاجه. اوعي تحلفي، احسن قسما عظما اخلص عليكي دلوقتي حالا. خلاص خلاص يا وليه انت كمان. خش يا بنت قدامي. هتروح في ايدك يا عباد. خش اوضتك. بالله العظيم ما هيدخل لك لا اكل ولا شرب يا فجره. ويا عالم حصل ايه تاني؟ يا دي المصيبه، ادي اللي بناخده من البنات وخلفه البنات. اتفضل يابا. اديها لاحمد. عايز حاجه تاني؟ عايزك بخير يا حبيبتي. خد يا ابو حميد. خد دي. انا مش عاوز ازاز ريحه. لما اديلك حاجه تاخدها. بس انا برضه عاوز النص جنيه. لما اديك نص جنيه كاني بديك سمكه، لكن لما اديك بقى الازازه دي كاني بعلمك الصيد. يعني ممكن تصطاد 1000 سمكه وتجيب 1000 جنيه واكتر كمان. يعني ايه؟ يعني الجنيه هتصرفه وترجع تدور على غيره. طب ما الريحه كمان هتخلص. لا، الريحه مش هتخلص، وخيرها وريحتها هيمروا عليك كتير. طب وهتمري عليا ازاي بقى؟ الازازه دي فيها اسانس ياسمين، يعني روح الياسمين، والشويه اللي انت شايفهم صغيرين دول يعملوا 10 ازايز. ازاي؟ لما يتخففوا. طب ويتخففوا ازاي دول؟ اقول لك انا بقى يتخففوا ازاي. ما تستهدى بالله كده وصلي على النبي يا سي عرفان عليه الصلاه والسلام. هو يعني عشان واد قليل الادب بعد جواب لبنتك تقوم تنكد على البيت وعلى البيت كله؟ ما هو انت لو عينك في راسك كنت عرفت البنات بتعمل ايه من وراك. ايوه، قال يعني كانوا البنات بناتي انا لوحدي. ما انا لو عندي واد وتلف كنت ابقى انا المحقوق، انما البنات مسؤوليتك يا ام البنات. ابتدينا بقى نقورها وكل شويه تقعد تعايرني بخلفه البنات. ايوه، وهفضل كده طول عمري وان كان عاجبك. لا مش عاجبني بقى يا عرفان. وعاجبك اللي بتعمله بنتك ده؟ ويعني حصل ايه؟ اللي حصل لبنتي بيحصل لكل بنات الدنيا،
واد قليل الادب بعت لها جواب، تقوم تخنق الواد ولا تخنق البيت؟ الواد انا ماليش عليه وصايه، انما البنت محسوبه انها بنتي، والفضيحه مش هتطول الواد، بل بالعكس هتتحسب له رجوله. الفضيحه هتلطينا انا وانتي والبنات، وكتر الكلام على البنات هيبورهم يا هانم. وانا كبرت وتعبت وعاوز ارتاح واخلص من همهم. وهتفضل حابس البت كده لحد امتى؟ لحد ما تتربى وتعرف ان الله حق، ويكون في علمك مفيش لا اكل ولا شرب يدخل لها. يا لهوي، دي البت كده تموت مننا. عشان تعرف الاحمر والاخضر والازرق اللي بتحطه في وشها ده اخرته ايه. بنت يا شاديه، تنزلي دلوقتي حالا تندهي لي صالح الحلاق. وانت عايز صالح الحلاق في ايه؟ عشان يجزلها شعرها على الزيرو. يا مصيبتي حبيبتي بدريه، وابقي انزلي بقى يا اختي قبلي حبيب الروح وانت قرعه. هات الراديو ده يا ابني. والله لا اشتري ايه راديو من بكره. ايه يا ابني الريحه دي؟ ريحه ايه؟ دي الريحه اللي انا حاططها. انت بتتريح من امتى يا ابني؟ طب فين الازازه وجبتها منين؟ الازازه اديتها المديحه، بس انا بقى معايا الانبوبه. انبوبه ايه؟ ما هي دي مش الريحه نفسها، ده القصنص اللي بيعملوا منه الريحه. طب وفين الانبوبه دي؟ معايا. طب وريها لي كده. ليه؟ هتشتري؟ ماشي، بكام؟ لا الانبوبه مش للبيع، بس انا ممكن اعمل لك ازازه. موافق. ايدك على شيلن. اشوف الازازه الاول. اشوف الشيلن. عم صالح، عم صالح، خير يا بنتي في ايه؟ ابوس ايديك يا عم صالح. لو بابا يسألك قول له ان انا ما لقيتكش. بس خد يا بنتي نفسك كده بالراحه وفهميني. ابويا عاوزك في البيت. طب فهميني الاول، ابوكي مين؟ انا شاديه بنت عم عرفان. وهيعوزني ايه بقى ابوك عرفان؟ ما انا لسه حلق له امبارح. هو مش عاوزك تحلق له. امال عايز ايه؟ عاوزك تحلق لاختي بدريه عزير. ليه كفاله الشر؟ هي عملت ايه؟ علت صوتها على امي. على صوتها على امك؟ احكي لي على صوتها على امك ليه؟ ما اعرفش يا عم صالح، بس المهم اول ما يسالك قول له ان انا ما لقيتكش. يا ترى البت علي صوتها على امها ليه؟ يا خبر النهارده بفلوس. القرشين اللي باخدهم من عم راغب الموان على القرشين اللي انا محوشهم يقوموا جوازه برضه يا حاج. وجوازة ايه دي بقى ان شاء الله اللي تقوم لها قومه من غير شقه ومن غير عفش؟ ما هو واحده واحده يا حاج. اوعى تكون عايز تفهمني انك هتتجوز وتجيبها تقعدوا هنا وتعيشوا وسطنا. يعني يا حاج لحد ما ربنا يفرجها. اديك قلتها بعضمة لسانك، يبقى انت تستنى لغايه ما ربنا يفرجها وتتجوز. ما انا خايف يا حاج استنى لحد ما ربنا يفرجها، اللي انا عايزها ومستنيها دي تروح لحد غيري. ده غير يا حاج ان الجواز للي زيي عصمه برضه، بدل ما الواحد رجله تتوحل في المعاصي. الاحسن يا حاج ان انا امشي بما يرضي الله. ونعم بالله. بس مين دي بقى اللي هترضى انها تتجوز وتعيش في بيت عيله؟ بدريه بنت عم عرفان. الله الله الله، جرى ايه يا سي عرفان؟ اهلا يا حاج توفيق. اهلا. هات لي كرسي من عندك، هات بسرعه. حاضر يا حاج. استغفر الله العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله. ايه يا عرفان مالك؟ فيك ايه على الصبح؟ ولا حاجه. وهي ولا حاجه دي اللي بتخليك ما تصبحش عليا عدل ولا تقول لي اقعد يا توفيق اخويا، خطوه عزيزه يا توفيق اخويا. تشرب ايه يا توفيق اخويا؟ الهم لما يكبس على بني ادم بيعمل عين بعيد عنك يا حاج. طب واللي اسمك في همك؟ ياسمني ازاي؟ صدق يا عرفان احنا ولاد حلال مصفي. انت مش طول عمرك كان نفسك في الواد؟ او كان شال عني كتير قوي يا حاج. خلاص يا اخي انا عندي منهم بزياده، خد لك واحد هديه. والله انت فايق ورايح يا حاج توفيق. طب يمين على يمينك انا ما بهزرش، وعزه جلال الله بتكلم جد يا عرفان يا اخويا. يبقى انا اللي ما فهمتش. افهمك، خد فتح ابني لبدريه بنتك. اشمعنى بدريه؟ الله، خبر ايه؟ مالك يا عرفان؟ كبرتك وكبير يا جدع، وهو كده نبقى عصمنا الواد وسترنا البيت. سترناه من ايه يا حاج توفيق؟ اما امرك حاجه، الستر ده نعمه، دي دعوه بنطلبها من ربنا سبحانه وتعالى في كل صلاه. هو في نعمه اكتر من جواز ابني وبنتك؟ افهم من كده. انت لسه هتفهم. بقول لك ايه، ارفع ايدك للسما معايا عشان نقرا فتحه بدريه بنت عرفان على فتح ابن توفيق. طب اقرا. يا لهوي يا خراب. اخرس يا وليه. في ايه يا ماما؟ خش جوه يا بنت انت وهي. جرى ايه يا وليه؟
بتولولي على ايه؟ امال لو كانت ماتت كنت عملت ايه؟ موتها اهون عليا ولا انها تتجوز ابدا الابن بتاع السمين ده. ماله بتاع السمين؟ راجل هيحميها ويسترها قبل ما سيرتنا تبقى على كل لسان. يا عرفان، طب البنت بس تكمل تعليمها وبعدين جوزها، بس مش الواد ده. انا خلاص قريت فتحتها معاه الواد وهتتجوزه، يعني هتتجوزه. لا والنبي يا بابا، لا والنبي ابوس ايدك، بلاش فتحي والنبي. بلاش فتح ليه؟ ها؟ ايه اللي بينك وبين الواد مراد؟ انطقي، حصل ايه بينك وبينه؟ طب يا بابا ما حصل اي حاجه. انطقي يا بنت، انطقي بدل ما تلبس ابوكي عمة الفضيحة وتجرسينا على لسان اللي يسوى واللي ما يسواش. ده يا بنت الكلب حصل ايه؟ بزيادة بقى يا عرفان، الله بنتك متربية احسن تربية، ما تقولش عليها كده. ترفض فتحي ليه؟ قوليلي ترفضه ليه؟ مش عايزاه، مش طايقاه، مش لادد عليها. ومن امتى البنات بيتجوزوا اللي لادد عليه؟ يا بابا حرام عليك يا بابا. حرمت عليك يا عزتي. يا بابا سيبها بقى يا بابا. بس يا بنت انت كمان. يا بابا والنبي يا بابا اعمل فيا اللي انت عاوزه، موتني، احرقني سعري زيرو يا بابا، بس بلاش فتحي والنبي. صباحك فل يا صالح، نعيما مقدما يا استاذ. الله ينعم عليك يا حاج. شقه غريبه يا حاج. الله الله، ليه بتقول كده يا صالح؟ اصل ما شفتش فتح في ايديك من ايام ما كنت بتجيبوا لي ليله العيد عشان احلق له. ما هو النهارده عم صالح تقدر برضه تعتبرها ليله عيد. يا سيدي ربنا يجعل لياليكم كلها اعياد. الله يبارك لك. بمناسبة الأعياد بقى عايزك تزنجف لي الواد فتحي وتخليه على سنجة 10. واد ايه يا حاج؟ بسم الله ما شاء الله، ده بقى اطول منك اهو. قول لي جوزه. ما هو النهارده جاي يزنجفني عشان عايز يجوزني. الف الف مبروك يا ابني. ها هتجوزه مين يا حاج؟ إن شاء الله ومن غير مقاطعة ناويين نقرا فتحته على بدرية بنت الحاج عرفان. بدرية بنت عرفان اخت شادية؟ اهلي خبر كان بفلوس اهو دلوقتي بقى ببلاش. الله الله الله، خبر ايه يا صالح؟ خبر ايه اللي كان بفلوسه دلوقتي بقى ببلاش؟ لا لا مفيش حاجة يا حاج. يلا يا استاذ كفاية كده اتفضل. يلا ايه، اقعد يا استاذ، اقعد ما تتحركش. اتكلم يا صالح، قول بالمفتشن كده في ايه؟ مفيش حاجة يا حاج. مفيش حاجة ازاي؟ انت عايز تعرنا قدام الراجل؟ انت هات اللي عندك يا اخي. اصلها يعني بنت حمائية وبتعلي صوتها على امها. وش عرفك انت؟ ما شادية اختها جات لي عشان اروح احلق لها على الزيرو. تحلق لها على الزيرو عشان علت صوتها على امها. يا سلام ونعم الاخلاق. هل زادت يا استاذ تتجوزها وانت مغمض عينيك؟ عداك العيب، والله عندك حق يا استاذ. جرى يا صالح يا اخي، خطتني يا جدع. انا كنت فاكرك هتقول انها بعد الشر علت صوتها على ابوها. ما هي العبارة مش كده يا حاج. امال ايه العبارة يا صالح؟ يعني ممكن تكون البنت علت صوتها على امها عشان الجوازة مش لابدة عليها. مش لد عليها؟ كلام ايه اللي بتقوله ده يا عم صالح؟ وانت في حد قال لك حاجة؟ بصراحة لا. الله، امال جبت الكلام ده منين؟ استنتاج. ايه؟ استنتاج ايه يا ابو استنتاج؟ استنتاج ايه يا راجل يا ضلالي؟ هل استنتاج ايه؟ طب ايه رايك بقى؟ فتحي مش هيحلق عندك، وانت يا استاذ قوم شوف لك حلاق تاني غير اللي بيستنتج ده يا ضلالي. يلا انا فتحي. يلا يا حاج. هو قعدتك جنبها انت وبنتك هتمرحها زياده ما هي ممروعه. اوعدك يا بابا هحلق شعري وهفضل قاعده في الشقه دي مش هخرج منها العمر كله. حتى لو عملت كده هتتجوزيه، يعني هتتجوزيه. وبعدين بقول لكم ايه، انا مش عاوز اعيد وازيد تاني في الموضوع ده. الناس زمانها على وصول. يا وليه افردي وشك. مالكش دعوه بوشي خالص. وانت يا بنت شاديه قوم انت واختي غيروا هدومكم. وانت كمان اقلعي الجلابيه السوداء دي، لوني بنتك هتتجوز. قوم يا بنت شاديه افتحي، ولا اقول لك روحي انت بلي الشربات وانا هفتح، وانتوا غيروا هدومكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اتفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا يا عرفان. اخويا اهلا بيك. تعالوا عامر على طول كده يا رب. امال لا مؤاخذه يا سي عرفان، والنبي ما لاقيش مصليه كده ولا سجاده عشان الحق المغرب قبل العشاء ما تدن. يا سلام، عندنا يا حاجه، ده يحصل لنا الشرف. تعيش. عن اذنك يا حاجه. اتفضل يا اخويا. يعني هي حبكت تصلي هنا يا رتيبه؟ ايه يا اخويا، العشاء هتدن وانا ما احبش اتدين لحد، اقوم اتدين لربنا. طول ما انا بصحتي اسدد ديني وفي وقته عشان ربنا يبارك في الصحه وفي الرزق. اتفضلي يا حاج. كتر خيرك يا اخويا. بس بادعينا. طبعا، امال ايه. القبله كده يا حاج.
طيب يا اخويا تشكر، انا هصلي في الدروه دي. اتفضلي يا حاج. يزيد فضلك يا عرفان. منور يا حاج توفيق. ده نورك يا حبيبي، الله يبارك فيك. امال فين العروسه ان شاء الله؟ تصدق ان انا ما شفتهاش من وهي قد كده، كان يمكن اصغر من ولاد محمد ابنه. ما هو ابنك كمان كان قد كده وبشر. فتحي هو كبر اهو، جايين نجوزه ما شاء الله. طبعا اذنكم دقيقه واحده. على فين يا اخويا؟ جاي على طول يا حاج. هو في ايه يا حاج؟ وبسأل امك اما تخلص صلاه. مش قلت لك هتطمعي البت فيا وتمرقيها عليا يا نعمات؟ العشبة اللي اتمرق عليه. امال ده اسمه ايه؟ ما ترد يا بنت امك. بقول لك ايه، اسكت بقى لا شق هدومي. تشقي ولا ما تشقيش، المهم في ناس قاعده بره، يعني تاخدي بنتك وتقعدي معاهم. ماشي، وبعد ما نخرج يا عرفان. انت عايزه توصلي لايه بالظبط يا نعمات؟ لا، ما هو رجوع في كلامي مش هرجع، لان خلاص احنا قرينا الفاتحه. الكتم يا بنت. خلاص بقى يا عرفان، ما تخليهاش تصوت واصوت معاه ولاني بقى لك فضيحه. طب يلا يا اختي انت وهي. لك ايه، يكون بقى في معلومك الجوازه دي كوم، وقعدي معاك انا وبناتكم تاني. وابقي كوني براحتك يا اختي بعد ما يمشوا. قومي يا بت، جاتك حشه. حراما يا امي. جمعا يا حبيبي. هو في ايه يا حاجه؟ وايه حكايه الصلاه هنا دي؟ ما هو بيني وبينك يا ابني، انا اول ما دخلت وما لقيتش ام العروسه في استقبالنا قلت اصلي الفرض اللي عليا لحد ما تيجي، وهو بالمره ادعي لك عشان ربنا يوفقك ويرزقك برزقها. ربنا يبارك لك يا ست الكل يا رب. اهلا وسهلا. اهلا يا استراتيبه. اهلا وسهلا. يا ست نعمان. عارفه اقعد يا فندم. يا ست نعمان. اهلا وسهلا. فضلك يا حبيبتي. ازيكم يا ولاد؟ تعالى يا ست نعمان. امال فين اسم النبي حارسها العروسه؟ الظاهر بقى ان العروسه مش قد كده. يعني ايه يا حاج؟ لا مالكش حق يا حاج. ما هو عدم المؤاخذه في دي الكلمه، يعني لو كانت حلوه ما كانتش هتحتاج كل ده عشان تتزوق، ولا ايه يا عرفان يا اخويا؟ لا يا حاج، بدريه دي بدر منور زي القمر. لما نشوف يا سيدي. ايه يا حاج؟ ما شاء الله. لا عداك العين وادي يا فتحي. قمر. لا بتفهم اهو. تعالي يا حبيبتي، تعالي خدنا حماتك يا حبيبتي، تعالي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. دي لا اطعمت فم ولا بلت ريق. جرايه عرفان يا اخويا، انتوا ما عندكوش شربات ولا ايه؟ اهو الشربات اهو جه اهو. خش يا شادي. ان شاء الله. لا دي شاديه كمان بقت عروسه. ايه اهو الحضن ده اثر علينا كلام كتير قوي يا عرفان يا اخويا. كلام يا سي توفيق. جرايه عرفان، انت مش معانا ولا ايه؟ عموما يا سيدي، بنتك هتقعد معانا في بيت قد حضن الست ام فتحي، يعني هتعيش في وسطنا، يعني من هنا ورايح هتبقى محسوبه على عيالي دول اخت، وهتبقى محسوبه عليا على الحاجه ام فتحي زي بنت من عيالنا. ربنا يقدم ما فيه الخير. ايه رايك يا عروسه؟ بدريه. ايه؟ في ايه يا رتيب؟